طيب رجعت لك تاني. انا هنا اهوت، بصي عملت هنا هو كده جنب 3 ادوار وجنب 4 ادوار. خلاص لما تعدي كده 1 2 3 بالخرزة اللي بالعرض هيبقوا 3، بالخرزة اللي بالطول برضو 3. هنا هو بصي 1 2 3 4 برضو 1 2 3 4، يعني جنب 4 ادوار وجنب 3 ادوار. تمام. انا طبعا بعد كده للناس المبتدئة معايا على القناة. هناخد كده، شايفة اخر غرزة هندخل في الخرزة الطولية الأخرانية بتاعتها دي. هنساوي طرفين الخيط، هنخلي طرف الخيط اللي فوق أطول سيكة علشان العقدة. تمام. هاخد كده، هاخد 3 خرزات، 1 2 كده، وأعمل العقدة، خرزتين وأعمل العقدة. تمام. واخد في الطرف اللي تحت خرزة، يعني الطرف اللي فوق هاخد خرزتين، الطرف اللي تحت هاخد خرزة، وادخل الخيط في العقدة، طرف الخيط التاني ادخله في العقدة، واعمل غرزة رباعية عادية اهي، مفيش اي حاجة. شايفاها؟ بصي اهي. تمام. هعمل ايه دلوقتي؟ هدخل في الخرزة النايمة اهي، هدخل في الخرزة النايمة بتاعت الناحية التانية اهو كده اهو. شايفة؟ اهو دخلنا في الخرزة النايمة بتاعت الناحية التانية. هناخد خرزتين، 1 2، نمسك كده اهو. شايفة قبل ما اعمل العقدة اهي كانت مفكوكة كده اهو. شايفة؟ ونشد. خلاص. هندخل في الخرزة اللي جنبها ونمشي غرز رباعية عادية ما فيهاش اي حاجة خالص. تمام. هدخل كده، طبعا الخرز مش معوج، الخرز واخد الكيرف بتاع المعدن. تمام. الخرز مش معرج او معوج، واخد كيرف المعدن. وطول ما انت طبعا بتشتغلي هو هيعدل نفسه بنفسه. احنا كده بنمشي غرز رباعية عادية جدا. تمام اهو كده. ندخل في الخرزة اللي جنبها. اسهل شنطة يعني في تاريخ الشنط الخرز كلها، مفيهاش اي شغل. انما ما تشوفي شكلها تبقي محتارة اتعملت ازاي، شكلها محير، دي اتعملت ازاي. من اجمل الشنط اللي بحبها في شغل الخرز. شايفة احنا كده ماشيين غرز رباعية ما فيهاش حاجة خالص. شايفة اهو، ماشيين شغل عادي. تمام. هخلص انا لغاية لما هوصل هنا كده وهرجع لك تاني. احنا نوت كده خلصنا الجنب ده. تمام. احنا نوت عندنا طرفين خيط، شايفة اهم، طرف خيط تحت وطرف خيط فوق. خلاص. طرف الخيط اللي تحت انا مش هشتغل عليه علشان اطلع للدور اللي بعده، مش هشتغل بالطريقة دي. هاخد على طرف الخيط اللي فوق
خرزتين كده اهو، واعمل العقدة بتاعتي. تمام اهو كده اهو. خلاص، طرف الخيط اللي تحت هاخد خرزة كده، وادخل في الجنب التاني بتاع، شايفة؟ هدخل في الجنب التاني اهو في الخرزة بتاعة الدور الرابع في الجنب التاني. بصي هوريها لك اهي، شايفة اهي؟ شايفة المنظر ده كده؟ طيب هاخد طرف الخيط التاني، اي طرف من الطرفين، هاخد في اي طرف خرزاية واعمل العقدة بتاعتي. خلاص اهو كده اهو. وهنا تشدي جدا اهو، شايفة؟ زي الناحية التانية اهي. هاخد على اي طرف بقى من الطرفين، همشي على اي طرف، طرف الخيط الاطول لي، هاخد 3 خرزات. تمام، وهعمل ايه كده اهو، كده اهوت، وهدخل في الخرزة اللي جنبها عشان اعمل رباعية كمان اهو. شايفة كده اهو؟ جيراننا بيكح. هدخل كده اخد خرزتين واعمل عقدة، همشي رباعية عادية ما فيهاش اي حاجة خالص. طيب هنا طرف الخيط اللي تحت قصير جدا، وطرف الخيط اللي فوق فيه لسه طول شوية، ممكن يعمل لي غرزة، فهاخد خرزتين على طرف الخيط اللي فوق. تمام، وبعدين بصوا بقى كده، شايفين؟ هدخل في الخرزة ديت اللي عليها الدور، وهاجي من ورا الخيط اللي نازل كان من الخرزة اللي انا كنت مفروض هعمل فيها العقدة. يعني هدخل في الخرزة من ورا الخيط واخرج من نفس الخرزة اللي انا دخلت منها تاني، علشان اصطاد الخيط بتاعي اهو كده، اصطاد الخيط بتاعي اهو واعمل العقدة بتاعتي. تمام اهو، بس كده اهو. وبعدين اعمل كده علشان اتوه الخيط بتاعي، واقص الزيادة، يعني دي هتضايقني ما اجي اشتغل تاني. تمام اهي، شايفة بالمنظر ده؟ ناخد حتة خيط، ناخد حتة خيط وندخل اهو، ندخل في الخرزة اهو اللي عليها الدور، او الغرزة اللي عليها الدور اهو كده اهو. ونخلي طرف اطول من طرف كده سيكة، علشان لما نمشي طرف الخيط اللي فوق بيبقى فيه العقدة وإضافة الخرز، فده بيخليه الطرف اللي فوق بتاع الخيط يقل. خلاص هنمشي بقى كده غرز رباعية ما فيهاش أي حاجة ولا أي كلام، هنمشي كده رايح جاي رايح جاي رايح جاي لغاية لما أنا في الشنطة التانية عاملاها 11 دور. مش عارفة بقى وزن الخرز دوت، هو ده نص كيلو وده نص كيلو، بس مش عارفة بقى الصف زيها ولا لأ. فهنشتغل كده هنشوف كده اهوت، بس هي ممكن تبقى 11 دور برضو. تمام اهو كده اهو. خلاص اهي، همشي انا بقى. بصي هرفع لك الحامل سيكه كده اوريكي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. همشي داير ما يدور، داير ما يدور، رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي لغايه بصي ما يعني شايفه كيس الخرز اهو اهو. اخلص كيس الخرز ده كده، طبعا مش هخلص كيس الخرز كله عشان خاطر القعده. تمام، انا هشتغل وهرجع معاكي نعمل القاعده بتاعت الشنطه ان شاء الله. خلاص ديت زي ما انا قلت لك اهي 11 دور. تمام بالتمام والكمال، وعملنا القعده بتاعتها خلاص.
هنخلص. ونسيت اقول لك كمان، بصي شايفه الجناب بتاعه الشنطه اهي. الشكل المقعر ده بيجي بسبب الثلاث غرز اللي احنا سيبناهم دول هنا. هو بيدي توسيع للشنطه، فبيخليها تاخد يعني بتبقى مقعره لجوه كده، وتاخد الكيرف بتاعها. تمام. هنخلص ان شاء الله وهرجع لك تاني. طيب انا رجعت لك تاني بعد ما خلصنا الادوار المفروض ان انا هعملها في الشنطه. خلاص. الخرز معايا كان، بصوا يكفي تاني، يكفي ان انا اعمل دور تاني، بس انا خليتها 11 دور بس زي اللولي. تمام، زي الشنطه اللولي بالظبط. خلاص. يعني ممكن انت تزوديها تعمليها 12 دور، يعني حاجه ترجع لك. تمام كده. طيب احنا اهو خلصنا الادوار كلها. هتيجي تعرفي منين تحددي الغرزة اللي انت هتقفلي بيها الزاوية بتاعت الشنطة علشان تقفلي القاعدة بتاعت الشنطة. بصي شايفة ان هو كده هتلاقي اهو هنا كده يعني غرزة عاملة زي الوردة، مش زي الرباعية. بص اقربها لك، شايفة الرباعية العادية دي؟ لا، هي التانية عاملة زي الوردة كده، هتلاقيها في الجنب. شوفي اطلعي كده، امشي مع الخرزة الطولية بتاعتها كده اهو كده اهو اهو. هتاخدي بقى الخرزتين دول اللي هيتضموا علشان تعملي اول غرزة في القاعدة. تمام. هندخل في الخرزتين دولت كده اهو، ونساوي طرفين الخيط بالظبط المرة دي علشان احنا هنشتغل داير ما يدور. هناخد احنا كده دخلنا في خرزتين، هناخد خرزتين ونقفل الغرزة. نسمي بالله. كده اول غرزة معايا. هندخل في الخرزة اللي جنبها، هناخد خرزتين كده اهوت. طبعا انتي لو هتشتغلي شغل تسويقي يبقى خلي الادوار بتاعتك كلها قد بعض. عملتيها لولي، عملتي خرز، ايا كان سي ايا كان النوع اللي هتشتغلي بيه، اعمليها كلها مقاس يعني طول واحد، علشان بس ايه تبقى اسطمبة واحدة. احنا كده كل مرة بندخل في خرزة وبناخد خرزتين. انا بس ماشية معاكي واحدة واحدة كده لغاية لما نوصل للكورنر بتاع او الزاوية بتاعت الدور دوت، علشان الكورنر ده او الزاوية دي انت هتنفذيها في كل الادوار بتاعت تقفيل القاعدة. طبعا انت لو نسيتي حاجة، بصي انا ناسية، شايفة الفتلة ديت كده؟ لو نسيتي حاجة انت كده كده الشنطة من جوه بتتفتح، حتى بعد ما بتتشطب بتتفتح ما شاء الله بنفس الوسع دوت. يعني الشنطة ديت اصلا ممكن لو بنوتة لسه جايبة بيبي او حاجة، يعني واحدة لسه متجوزة وجايبة بيبي، تاخد معاها حاجات كذا حاجة للبيبي يعني. بنوتة بتحب تشيل الميك اب بتاعها كتير، بتمشي بحاجات كتير مع تليفونها وكده، برضو تمام. واسعة واسعة مش طبيعي. طبعا انت ممكن تمشي الغرز دي بدل ما تمشيها بالعرض تمشي طول، تمشي طول رايح جاي، بس انا علشان
مش عاوزة اطول عليكم وقت الفيديو. هي الطول او العرض الطريقة واحدة. شوفي انت ايه بتستسهلي ايه وامشي بالطريقة اللي انت عاوزاها. كده خلاص اهو قربنا. بس هنعمل الغرزة دي كمان. الخيط عمل يعني. لو حد يعرف انا اسن ازاي البنز دوت، مش عارفه، حاسه ان هو بقى ماسك قوي كده، مش بي يعني المقص بتاعه ما بيقصش زي الاول. لازم ادوس عليه جامد قوي عشان خاطر يعني يقص لي اي حاجه. اسفه سرحت معاكم. هنا بقى هنيجي ايه، بعمل اقول لكم. سرحت ايه، انا مظبوطه تمام. شفتوا انا مظبوطه ديت، ولا كأني بتكلم على كوبايه شاي، مش على نفسي. طيب كده بقى دي اخر غرزه. اخر غرزه هندخل بقى في الخرزه الاخيره ديت. هندخل في الخرزه الاخيره دي، والخرزه اول خرزه بتاعت الجنب التاني اهي كده اهو. في اي طرف من الطرفين هناخد خرزه ونقفل العقده بتاعتنا. شايفين؟ طيب هندخل في اول خرزه، في الخرزه اللي هي الطوليه اللي بعدها ديت كده، وانا معايا كده خرزه نايمه وخرزه واقفه. هاخد خرزتين تمام، واعمل العقده وامشي كده زي ما احنا كده ماشيين. هنمشي كده لغايه لما نقفل القعده، وفي الاخر لما اخلص هقول لكم انا عملت الشنطه القاعده بتاعتها. طول الشنطه، ارتفاع الشنطه 11 دور. هقول لكم وهوزن لكم اتبقى معايا قد ايه من النص كيلو اتبقى معايا. خلاص انا كده هخلص بقيه الادوار بتاعت الشنطه وارجع لك تاني علشان اوريكي شكل الشنطه النهائي ان شاء الله. طيب احنا كده خلصنا الشنطه، واللي اتبقى من الشنطه 125 جرام، يعني كان ممكن تعملي دور كمان ويتبقى منك تاني. تمام اهي الشنطه. بصي الواسعه من جوه قد ايه، بصي الشنطه كبيره قد ايه، شايفه؟ علشان بقى انت لو هتطبقي الشنطه دي لاول مره لازم تضغطي كده على الجنبين دول، تضغطي كده على الجنبين اهو كده اهو، وتروحي يعني. بصي اعملها لك تاني ده ماشي اهو. علشان خاطر انت لو اول مره تضغطي يعني تفتحي تقفلي الشنطه، يبقى لازم تضغطي على الجنبين دول كده اهو، وتروحي قافله الشنطه بتاعتك اهي. تحفه 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 يعني، جميله جدا. شايفه؟ بصي الجناب قاعده من تحت اهي، هو ده وسع الشنطه. خلاص الجناب نفسها على 11 غرزه. خلاص اهي الشنطه اهي، ودي البيضه اهي، هم كده هم مع بعض كده اهو. طيب هنحتاج بقى ايه، نركب السلسله عشان نكمل. اهي بصوا انا فتحت المعدن
فتحته حته صغننه زي كده. خلاص ما فيهاش حاجه يعني، طفل صغير يركبها اهي. اركب الجزء التاني كده من السلسله اهو كده اهو. الشنطه يا رب تكون الورشه سهله وبسيطه، وتنفذيها يا رب كده على خير، وتكون كده ان شاء الله وش الخير عليكي والسعد باذن الله. واتمنى منكم كده دعوه حلوه بظهر الغيب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.